كتير من الناس أول ما يسمعوا كلمة شركة عائلية دماغهم بتروح على طول للمشاكل، خناقات على الورث، قرارات مش مفهومة، وصراعات بين أفراد العيلة. والقبض بيتأخر عشان بنت عم الحاج الكبير جت خدت كل الفلوس من الكاشير عشان تدفع قسط العربية. بس خلينا نتفق الأول، زي ما في شركات بالشكل ده، في برضو شركات عائلية ناجحة جدا وبتشتغل بمنتهى الاحترافية، وبيكسبوا وبينجحوا ومروقين على الموظفين بتوعهم أكتر من شركات تانية اسمها كبير وفيها يجي 20 مدير معاهم DBA. فبعقلانية ومن غير تطبيل تعالوا نتكلم سوا عن الشركات العائلية ونعرف إيه حكايتها وليه ممكن تكون أحسن من الصورة اللي الناس واخدينها عنها لو بس اشتغلوا بيزنس. يعني إيه شركة عائلية؟ الموضوع ببساطة شركة مملوكة ومدارة بالكامل من عيلة واحدة، يعني العيلة هي اللي بتحط الخطط، تاخد القرارات وتحل المشاكل. وطبعا غير إن ده بيكون شغل، فهو كمان بيبقى ارتباط بالعيلة نفسيا وعاطفيا، وبيبصوا للشركة كأنها جزء من كيانهم، مش بس مصدر دخل وخلاص. بس المهم من إنهم عيلة، المهم بيفكروا إزاي. يعني عشان شركة عمك الحاج الكبير تنجح لازم تبعد عن العشم والمجاملات وتفكر بيزنس. طب هل في شركات عائلية عالمية نجحت؟ عشان تصدق كلامي هقولك على شركات بره مصر هتتفاجأ إنها شركات عائلية. شركة والمارت بدأها سام والتون في الستينات، ولسه ولاده وأحفاده ماسكين الإدارة لحد النهاردة، وعلى الرغم من ضخامتها كشركة فضلت محافظة على الطابع العائلي. شركة لوريال لمستحضرات التجميل برضو شركة عائلية، ونجاحها جاي من الفكر اللي أسسته العيلة واستمر معاهم لأجيال. طب إيه المميزات اللي بتخلي الشركات العائلية فعلا من أفضل الأماكن اللي الواحد ممكن يشتغل فيها؟ استقرار مالي أكتر. العائلة المالكة بتحب زيادة الثروة بس على المدى الطويل، مش مستعجلين على الأرباح، المهم الاستمرارية. ده بيساعد الشركات دي إنها تصمد في الأزمات الاقتصادية وتتحمل التغيرات السريعة في السوق. المرونة في اتخاذ القرارات بتتاخد بسرعة أكتر من الشركات الكبيرة عشان مفيش بيروقراطية كبيرة ولا روتين طويل. المهم تكون مبنية على معلومات صح، مش على تقارير عصافير لؤي ابن أخت الحاج الكبير. التركيز على القيم الأخلاقية والمسؤولية الاجتماعية. الشركات العائلية بتنتمي لقيمها الأخلاقية لأن سمعة الشركة مرتبطة بسمعة العيلة. كمان بيبقى هناك نوع من رد الجميل للمجتمع، فبيساهموا في نشاطات اجتماعية كتير زي الجمعيات الخيرية وبناء دار العبادة. التركيز على الجودة وخدمة العملاء. شركة عم الحاج الكبير دايما عندهم حرص شديد على الحفاظ على سمعة العيلة واسمها التجاري، ده بيخليها تركز على تقدير منتجات وخدمات جودتها عالية. يعني كلنا فاكرين الكريبسوزات وقد إيه أثر على سمعة عيلة سلطح بابا لأنه كان مش ولا بد. العلاقة العائلية، الناس في الشركات العائلية بتكون علاقتهم ببعض واضحة ويقدروا يلاقوا حلول سريعة لأي مشاكل، وده بيخلي الجو العام في الشركة مستقر أكتر. الولاء والانتماء. الموظفين بيحسوا إنهم جزء من العيلة نفسها، وبالتالي الولاء والانتماء بيكون أكبر، ده بيدي بيئة عمل أفضل. الفخر بالانتماء. ساعات الموظفين بيحسوا بالفخر وبيعتبروا نفسهم جزء من تاريخ الشركة. تفاهم للظروف. طبعا بيبقى فيه تفاهم للمواقف والظروف الشخصية للموظفين، وخصوصا المواضيع العائلية، ما هو الحاج الكبير عارف الموظفين بالاسم. إمكانية التعلم من الخبرات. تقدر تتعلم مباشرة من مؤسسي الشركة وأفراد العيلة اللي عندهم خبرة ومعرفة كبيرة بالصناعة. طيب هل الكلام ده عندنا في مصر ولا أي تطبيل وهبد وخلاص؟ طبعا فيه، وشركات عائلية كبيرة ناجحة جدا. مجموعة منصور أسسها لطفي منصور سنة 1952 واشتغلت في كل حاجة: عربيات ماشي، معدات تقيلة، مواد غذائية، خدمات مالية وتكنولوجيا شغال. مجموعة العربي من 1964 لحد النهاردة، العربي بقت اسم له وزن في مجال تصنيع وتوزيع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات في مصر والمشارق الأوسط. وفي النهاية لازم تعرف إن شركة عمك الحاج الكبير مش بس بيزنس، دي حكاية واسم وإرث بيتنقل من جيل لجيل.